عاملين ايه؟ اول موضوع هنتكلم فيه هو خلي بالك، في كلام يبان عادي لكن تأثيره مش عادي، زي جملة بابا يسوع زعلان منك اللي ممكن تتقال لأي طفل شقي أو مش عايز يسمع الكلام. لازم نخلي بالنا إننا ما ينفعش نقول للطفل بابا يسوع هيزعل منك أو بابا يسوع زعلان منك. طيب ليه ما ينفعش؟ وإيه المشكلة يعني لو قلنا للطفل جملة بابا يسوع زعلان منك؟ أول حاجة، الكلمة دي ممكن تكون سبب من أسباب تشويه صورة ربنا في ذهن الطفل، وخصوصا لو بيسمعها كتير. ده هيخليه يتخيل ربنا حد مكشر وعلى طول غضبان ودايما زعلان. ومع الوقت ومع تكرار جملة بابا يسوع زعلان منك ممكن تتكون عند الطفل مشاعر سلبية ضد ربنا، لدرجة ان في اطفال ممكن تخاف من ربنا بسبب الكلام الغلط اللي بيسمعوه عنه. تاني حاجة، استخدام لغة التهديد بربنا يسوع وخصوصا في السن الصغير غلط كبير جدا، لان اول تعارف للطفل على ربنا يسوع بيكون بكلمة بابا يسوع. فلو بيسمع كتير جملة بابا يسوع زعلان منك، مع الوقت هيبتدي يحس ان ربنا مش بيحبه. واللي ممكن يساعد في تأكيد الفكرة دي او نفيها هو الاب، لان الطفل بيربط بين اللي بيسمعه مننا عن ربنا وبين اللي بيشوفه من ابوه في البيت، وده بيخلي فيه مسؤولية كبيرة جدا على الاباء، لان تعامل الاب مع اطفاله ليه دور اساسي في تكوين صورة صحيحة او مشوهة في ذهن الطفل عن ربنا يسوع، لان الاطفال بيميلوا لنقل صفات الاباء لربنا. بمعنى لو الاب بيعرف يوصل لابنه او بنته مشاعر الحب والحنان والامان والاحتواء، هنلاقي الطفل ده بيشوف ربنا اب محب وحنون ومتسامح. اما لو كان الاب قاسي وعصبي، ففي الغالب الطفل هيشوف ربنا اله صارم وقاضي ومش بيحبه. وتاني تعارف بيكون عن طريق الكنيسة وخصوصا مدارس الأحد. وأكيد كلنا كخدام بنحرص جدا على تقديم ربنا يسوع إنه الأب المحب والحنون والمتسامح والراعي اللي بيرعانا وبيحافظ علينا، والإله اللي جه علشان يخلصنا ويفدينا ويجهز لنا مكان نعيش معاه في سماه. بس في وسط كل الحاجات الحلوة دي ممكن تيجي جملة بابا يسوع زعلان منك تهد في اللي احنا بنبنيه في الطفل، ومع تكرارها الطفل بيحس وكأن ربنا يسوع واقف مستنيله على الغلطة علشان يزعل منه أو يعاقبه. وعلشان كده لازم ناخد بالنا من كلامنا مع أولادنا سواء في البيت أو في الكنيسة. تالت حاجة، لو الطفل اقتنع ان بابا يسوع بيزعل منه بسبب الشقاوة او الحاجات الغلط اللي بيعملها ومحدش يهتم يصحح له المفهوم ده في المستقبل بيكون سبب من الاسباب اللي بتخلي الشباب تهمل في سر الاعتراف. ولما يعترفوا بنسمع من البعض منهم جملة انا مش حاسس ان ربنا سامحني، والسبب في الشعور ده بيكون نتيجة تراكمات كلام سلبي وصور مشوهة عن ربنا من الطفولة. رابع حاجة، تكرار جملة بابا يسوع زعلان منك بتكون عند الطفل صورة سلبية عن نفسه انه شقي ووحش، ومع الوقت بيحس بالاحباط من نفسه وبيحس انه مفيش اي حاجة بيعملها ممكن تخلي بابا يسوع مبسوط وفرحان بيه. وافتكر في مرة حكاية عن ولد في مدارس الأحد كان شقي جدا وما كانش بيسمع كلام أي حد، فخدته خادمة وحاولت تتكلم معاه بهدوء وتسأله انت ليه مش بتسمع الكلام؟ فرد عليها وقال لها علشان أنا شقي. فالخادمة قالت له لا، انت مش شقي، انت حلو وبابا يسوع بيحبك. فرد عليها الولد وقال لها بابا وماما دايما بيقولوا عليا شقي، وكمان بيقولوا لي ان بابا يسوع زعلان مني، فمادام على طول هو زعلان مني انا كمان زعلان منه ومش هسمع الكلام. والحكاية دي تعرفنا خطورة كلامنا وتأثيره على الأطفال. علشان كده مهم جدا نخلي بالنا من كلامنا مع أولادنا، ونحاول نتجنب الكلام السلبي على قد ما نقدر ونستخدم بداله الكلام الإيجابي. فبدل ما نقول للطفل بابا يسوع زعلان منك، نقول له بابا يسوع بيحبك وبيفرح جدا لما تسمع الكلام. وعلى سيرة الكلام الإيجابي، في جملة تبان إيجابية لكن تأثيرها سلبي، وهي إننا نقول للطفل اسمع الكلام أو اعمل كذا علشان بابا يسوع يحبك. وتكرار الجملة دي على مسامع الطفل بيخليه يحس إن محبة ربنا ليه مشروطة بإنه يسمع الكلام ويتصرف تصرفات صح. ومع الوقت الطفل هيحس إن بابا يسوع هيحبه لما يعمل حاجات حلوة وبس، وهيبطل يحبه لما يغلط أو ما يسمعش الكلام. وطبعا الكلام ده غلط،
لأن محبة ربنا يسوع لينا سواء صغيرين أو كبار محبة غير مشروطة. فنخلي بالنا لما نيجي نوجه الطفل للصح لازم نوضح له إن محبة ربنا ليه ثابتة ودايمة ومش بتتغير أبدا، لأنه قال لنا محبة أبدية أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة. ونشرح له إن ربنا بيفضل يحبنا مهما عملنا ودايما مستعد يقبلنا ويسامحنا، لكن ربنا مش بيحب الخطية، وعلشان احنا اولاده يبقى احنا كمان مش بنحب الخطية، ولو حصل وعملنا حاجة وحشة نبطلها بسرعة ونعترف لأبونا وربنا هيسامحنا لأنه بيحبنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية موضوعنا، وياريت تكتبولي في التعليقات ايه الكلام اللي يبان عادي لكن تأثيره مش عادي، ونتقابل في الموضوع الجاي. سلام.